لما جيت اكتب عن امي قلت عنها شايله امي، قلت دي بتجري في دمي، قلت عنها كلام كتير مش جديدة. لما جيت اكتب عن امي عاجزة قدامي القصيدة، شايلة سري بيني وبينها حبل سري، انقطع يوم الولادة وانوصل حبل الوداد، حبي ما يعرفش عادة، حبها اصلا عبادة. لما جيت اكتب عن امي لقيتني بكتب عننا، لما جيت اكتب عن امي لقيتني بكتب عضنا، في التعب كانت بتسأل جه مؤنث جه مذكر، جه بيضحك جه مكشر، جه على الدنيا بسلام عطية. اصلي اكمل؟ طب اللي بيحب ربنا سمعنا سقفه جامده لابو عطيه. في التعب كانت بتسأل جه مؤنث جه مذكر، جه بيضحك جه مكشر، جه على الدنيا بسلام. وقتها ما كنتش بفكر، كنت ببكي وكانت بتحضن بابتسام. لما جيت اكتب عن امي لقيتني بكتب على الحروف، قام الالف زعق وقف قال لي ما تسمع يا ولد، دي اسمها مشترك مع اسم من لا شريك له، واول الام الالف واول الاسم الالف، ودي بالصدف ربك بيخلق من العدم وهنا على وهن لحد ما بلغت الحلم. يا ما بتدلع عليها، يا ما بتمنى عليها، يا ما حوطتني في جناحها، ويا ما دمعت في ايديها. من ايديا تاتا تاتا ورجلي داست على البلاطه، داس عليها عجل زمانها، وكنت ببكي كانت تجيب لي الشوكولاته. كبرت فجأة لقيتني بزهق من كلام عن السجاير، على العيال اللي مصاحبها اخش ذاكر، اجي اتدلع تقول لي ده انت راجل. يا ابني ده انت اللي زيك دخلوا دنيا، بص يا ابني دي السنين زي الكولونيا ما تلاقيش لها ريحه. امي ما بتعرفش تجرح بس يا ما بقت جريحه. واما جت وقفت قصادي قالت لي انت امتدادي، انت نور عيني اللي شبهي، ده انت دونا عن ولادي. وقتها ما كنتش بغاوي، كنت فاضي للغناوي، كنت اسيبها قاعده وانزل اترمي في حضن القهاوي. هات لي شاي هات لي نار على فحم شيشه، امي دي فاكراني تيشه، لا ده انا راجل. بص شنبي بص دقني، واما جه الحزن دقني والزمن خد مني خانه، الدواء اللي عند امي ما لقيتهوش في الاجزخان.